ديال سعد المجرد واللي هو الاستاذ ابراهيم الراشدي محامي بهيئه مدينه الدار البيضاء واللي معنا مباشره من باريس. صباح النور سي ابراهيم. صباح الخير. شكرا. صباح استاذ، لاباس عليك؟ شكرا على الاستضافه، وبغيت نهنيك على التقديم ديالك، لان اولا واحد العدد ديال المنابر الاعلاميه مع الاسف عطات اخبار لا الصدقيه لها واخبار خاطئه. اللي كاين في الامر هو انه السيد سعد المجرد كان اتهم من طرف واحد السيده فرنسيه بانه كاين اغتصاب واحتجاز. اولا الاحتجاز كان في الفندق، هذه ما كاينش احتجاز نهائيا. اوكي. الاغتصاب تبين والبحث تبين بانه ما كاين لا اغتصاب ولا والو. يعني انه سي ابراهيم الا سمحتي لي كتقول لنا اليوم مباشره على راديو اصوات في صباح جديد مع رشيد انه ما كاينش اغتصاب وما كاينش احتجاز. كيفاش تحتجز شي وحده في الاوتيل واللي مشات على رضا ديالها باش تحتجز، وكاين الكاميرات اللي كيسجلوا كل شيء باين. ومشات خرجت ومشات دارت شكايه بسعد المجرد. كاين انباء سي ابراهيم الا سمحتي لي، كاين انباء اللي كتكلم هضرنا بطبيعه الحال قبيله في التقديم، وكنشكر كذلك انك نبهتي ليه ان بزاف ديال المواقع الالكترونيه جابت بزاف ديال الاخبار. كاين انباء كتقول انه كاينين كاميرات مثلا شدوا الصوره ديال هذيك البنت وهي عاريه خارجه من البيت ديال سعد. واش هذه المساله على كذب؟ كاميرات ما كيكونوش كذب على كذب، ما كيكونوش كاميرات غرف ديال الفنادق، هذه معروفه، ولكن كيقولوا انه كاينين كاميرات في الكولوار. الكولوار واحد غادي برضا ديالو في كولوار طبيعي، ولكن غادي برضا ديالو ما كاين لا احتجاز ولا والو. كان اللي كان انه كان سوء تفاهم بينه وبينها. والان حنا غادي لتقديم هذا الصباح، والعداله غتقول الكلمه ديالها، وحنا كنثقوا في العداله الفرنسيه. والتحقيق مشى واستمعوا للشهود وغادي تبين بان سعد المجرد بريء من تهمه الاغتصاب وبريء من تهمه الاحتجاز. وهذه فقط هذه 8 شهور، وكنظن بان القضاء غادي يبين الا كاينه شي مكيده او مصيده طرحت لا، راه غادي القضاء يوري الاسباب ديالها وشكون المسؤولين عليها. سي ابراهيم الراشدي، كنذكر انك المحامي ديال سعد المجرد، محامي بهيئه الدار البيضاء. نسولك سؤال اخر الا سمحتي لي. كاين بزاف ديال الناس اللي تكلموا بطبيعه الحال قالوا انه كاين كذلك المحامي ديال السيده الامريكانيه اللي كان عندها مشكل شحال هذه. بزاف ديال الهضره اللي تقالت، بغيت عافاك هي من عندك توضيح اكزاكتومون. وسعد بطبيعه الحال قالوا البارح انه كذلك تم اخلاء السبيل ديالو، عارفين انه مازال تحت الحراسه النظريه. اللي يمكن لك تقربنا واحد شويه اكثر من هذا الشيء سي ابراهيم؟ هذه القضيه ديال المحامي الامريكي ما كايناش نهائيا، لانه القضيه ديال الميريكان تحلات شحال هذا تحلت القضيه الامريكان. فيما يخص شنو النقطه الاخرى؟ النقطه الاخرى هو انه بزاف ديال الناس قالوا انه البارح تم اخلاء سبيل سعد المجرد. لا ما كاينش اخلاء، ولكن ان شاء الله كنطمنوا ان هذا الصباح في التقديم يكون تحل المشكل ان شاء الله. ان شاء الله. غادي نقدم هذه الساعه. عندي لك سؤال، واش تلاقيتي بسعد طمأنتي عليه؟ كيف داير الاحوال ديالو؟ ولكن الاستاذه عائشه انصار رشيدي التقت به، هي اللي كانت مع اثناء التحقيق في الضابطه القضائيه. كيف دايره النفسيه ديال سعد؟ بغينا نقربوا للفان ديالو. حسب ما وصل لي بان نفسيته مرتفعه وهو متيقن من بانه بريء، وان شاء الله غادي يكون خير هذا الصباح. شكرا لك بزاف سي ابراهيم الراشدي، كنت معنا مباشره من باريس. اهلا وسهلا. ميرسي بوكو استاذي، كنتي معنا بطبيعه الحال مباشره من باريس. كنذكر انك المحامي ديال سعد المجرد ومحامي بهيئه الدار البيضاء. ميرسي بوكو ابو سي ابراهيم، بارك الله فيك. شكرا سيدي، ميرسي، شكرا. تحيه ليك وحد سعيد بطبيعه الحال سعد والدفاع ديالو، وان شاء الله اننا نسمعوا عليه اخبار الخير. حاجه وحده سي ابراهيم، الله يجازيك بالخير، بغيتك اون بتيت فافور الى يمكن، بعد من اننا كنا على اتصال من البارح حتى اليوم بطبيعه الحال هاتفيا وكذلك عبر دي اس ام اس. يهمني تكون شي خبيره مثلا غير فيا ان اس ام اس لراديو اصوات، لانه انت بالنسبه لي هي لا سورس سور. مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا جزيلا.